بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معكم أخوكم عمر من قناة المحترف. اليوم إن شاء الله جايبكم درس جديد، وهو راح يكون برنامج فوتوشوب. أول شيء، أول ما نبدأ، مثل ما تشوفين أول شيء بالعنوان، تلوين القوائم. كيف تلوين القوائم؟ يعني مو القوائم هذه أو القوائم هذه، القوائم اللي داخل القوائم هذه، يعني مثل ما تشوفين كذا. فائدة هذه الطريقة، يعني طبعا هذه طريقة بالإصدار 12 وفوق، يعني سيس 5 وفوق. طيب، فائدتها انك مثلا انا الاشياء المهمة تسوونها عشان على طول تعرفها، ما تقعد تدور وين هذه وين هذه وكذا. يعني مثلا انا خلصت مصمم، ابغى احفظ الصورة، على طول اروح ملف اللون الازرق. تشوفين الطريقة سهلة جدا، ما تبغى لها شرح واجد أو درس طويل. يعني على طول تروح تحرير. تشوفين تحرير بدون ألوان، بعد شيء ملونها مع بعض. تروح تحت هنا مكتوب قوائم، اختصارها الت زائد شيفت زائد كنترول زائد حرف ام. الت وشيفت وكنترول وحرف ام، تضغطها جميع تطلع لك هذه النافذة. هنا راح تحصل القوائم هذه اللي فوق. تحدد القائمة أنت تبغى تلونها. احنا نبغى نلون تحرير، يعني قوائم فرعية تحرير. نضغط عليها تفتح لك القوائم الفرعية حقتها. طبعا في هنا، يعني مثل ما تشوفين ملف فيه خيارات أنا أخفيتها لأني ما أحتاجها، مثل التصفح برنامج أحد البرامج. يعني لو أحط لها يعني رؤية أو يعني عشان تكون طالع لنا، مثل ما تشوفين هنا أنا ما أحتاجها، ليش أحطها؟ يعني هنا أخفيها أحسن. طيب نرجع. يعني هذه طريقة إنك تقدر تخفي بعض القوائم وليست كلها. يعني في قوائم مثل حفظ أو حفظ باسم ما تقدر تخفيها، إغلاق ما تقدر تخفيها، وبعض القوائم يعني. طيب نروح تحرير. مثلا نبغى نلون بعض قوائم. قاص لونها، مكتوب هنا بدون، تضغط عليها تحدد اللون اللي تبغاه. طبعا ما تقدر تختار ألوان غير هذه الألوان، لازم تكون هذه، يعني من الألوان هذه. الأحمر نسخ تكون بنفسجي. لصق أخضر. مسح برتقالي. طبعا إذا شفت مثلا كلام هنا بعدين الكلام طالع بعده، يعني مثل ما تشوفين كذا، يعني هذه قائمة فرعية لقائمة لصق خاص. مثل ما تشوفين جنبها سهم، يعني هي قائمة ولها قوائم فرعيات. طيب، تحويل أزرق، تحويل حر، رمادي. طيب، نضغط موافق. الحين كذا ملف نشوف تحرير مثل ما تشوفين. يعني الطريقة يعني تجمل برنامج فوتوشوب عندك يعني تعطي منظر حلو. في ناس يعني يتحمسون إذا شافوا كذا ألوان وكذا. مو كل الناس، في ناس يعني محددين، يعني قليلين يعني. طيب، هذا كان كله عندي. أتمنى أنكم استفدتم من الدرس. إن شاء الله الدرس الجاي راح يكون، مو بلازم أقول لكم تابعوني وتعرفون. طيب، كان معكم أخوكم عمر من قناة محترف. السلام عليكم. اي طيب قبل لا اخلص، لا تنسون لايك وفيفرت وسبسكرايب وكومنت. عندكم تعليقات تحت، علقوا يعني حتى ولو كلمة شكرا، من ضركم شيء يعني. يلا مع السلامة.